احنا فلوس وبس، ارقام وجنيهات وما نسويش عنهم اكتر من كده. ده جزء من اللي قاله احد الطلاب الناجين في واقعة جامعة الجلالة. ايه تاني اللي قاله الطالب وايه بالظبط اللي كشف عنه وممكن يقلب الحكاية كلها؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. في لحظة اتحول الإحساس بالأمان للإحساس بعدم الأمان. فجأة يوم عادي قلب ليوم غير عادي إطلاقاً، أتوبيس مقلوب وأجسام الطلاب على كل الطريق. ده مش مجرد فيلم، دي كانت واقعة عاشها طلاب جامعة الجلالة في لحظات صعبة جداً، لحظات كان ليهم عليها تعليقات كتيرة قوي. واقعة هزت مصر كلها، بس اللي صدم الناس مش بس الواقعة نفسها، لكن كلام واحد من الطلاب الناجين اللي كشف حقائق صعبة جدا. واحد من الناجين اللي رفض يذكر اسمه طلع في مكالمة تليفونية في برنامج حضرة المواطن مع الإعلامي سيد علي وقال: احنا مجرد أرقام ومفيش أي قيمة لينا، احنا بالنسبة لهم فلوس وبس. جملة صادمة لكنها بتعكس حجم اللي عاشه الطلاب في يوم الواقعة دي. بيحكي إن الأتوبيس اللي كانوا راكبينه كان محمل بأكتر من طاقته، وكأن اللي سايق ما كانش مهتم بأي حاجة غير إنه يوصل، بصرف النظر عن حياة الطلاب اللي عليه. التقصير الكبير كان في صيانة الأتوبيس، ده كان واضح من الأول، وكلهم كانوا شايفين إن العربيات اللي بتشتغل في نقل الطلاب متهالكة ومفيش أي رقابة عليها من الجامعة. مفيش شركات بتأكد إن العربيات دي آمنة، وكأن سلامة الطلاب مش في الحسبان. الطالب بيحكي تفاصيل صعبة عن اللحظات اللي عاشها بعد الواقعة، وبيقول إنه كان شايل جسد واحد صاحبه، ومسعف سأله: دي إيد مين اللي في إيدك؟ تخيل إنك تكون واقف شايل أجزاء من جسم صحابك. اللحظة دي مش بس أثرت عليه جسديا لكن نفسيا كمان. الناجين من الحادثة كلهم بيعانوا من صدمة مش طبيعية، ومنهم اللي مش قادر ينام ولا يخرج من بيته، وده وفقا لكلام الطالب ده. الأزمة الأكبر حسب كلام الطالب إن جامعة الجلالة وشركة النقل وحتى إدارة قرية بورتو اللي كانوا ساكنين فيها الطلاب كلهم بيحاولوا يهربوا من المسؤولية. محدش عايز يعترف بالخطأ، وكأن حياة الناس بقت لعبة في إيديهم. الحادث كان كبير جدا، وبيحكي الطالب إن اللي حصل السنة دي إن شركة واحدة بس استحوذت على كل نقل الطلاب، وده كان واحد من الأسباب الرئيسية للواقعة. بعد الواقعة دي جامعة الجلالة عملت اجتماع طارئ علشان تتابع الموقف. قرارات كتير طلعت زي تشكيل فريق دعم نفسي وصحي للطلاب المتأثرين وتحمل كل تكاليف العلاج، وده شيء كويس. الجامعة وعدت بمنح للطلاب المصابين ونقل آمن للطلاب، لكن الكلام ده هيعوض الناس اللي فقدت ولادها؟ التقرير الطبي لسائق الأتوبيس أثبتت إنه كان تحت تأثير الممنوعات. الشخص اللي كان مسؤول عن حياة 40 طالب وطالبة كان ليه في الممنوعات اللي بتأثر بشكل كبير على السائقين وبتخليهم مش مركزين ولا قادرين ياخدوا قرارات صح وقت القيادة. ده مش مجرد خطأ فردي، دي مشكلة كبيرة جدا. السائقين اللي بيقودوا الحافلات المدرسية والجامعية كتير منهم لازم يتم متابعتهم. مؤخرا تم الكشف عن أكتر من 1200 سائق حافلة مدرسية في حملات عشوائية، ولقوا نسبة منهم كبيرة بيتعاطوا الممنوعات. وعلى الرغم من ان النسبة قلت الا ان المشكلة لسه موجودة بين سائق الميكروباصات والحافلات. اللي حصل مع طلاب جامعة الجلالة محتاج حل فوري، حل للأزمة الكبيرة اللي حصلت دي وأثرت على الطلاب وأهاليهم كمان. الواقعة دي كانت أكبر من تصور أي حد، ولا يمكن هتتنسي من ذاكرة الطلاب كده بالساهل خالص. صح ولا انتوا ايه رأيكم؟